مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست راس الخيط. نستضيف في هذه الحلقة السيد رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، السيد الرئيس سعيد أفروخ. أهلا بك السيد الرئيس، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. شكرا أستاذي الفاضل، وتحية صادقة المنبر الإعلامي أيقونة بريس على العمل ديالكم الجاد، وبالأخص أنكم ولاد المنطقة، والحمد لله كتحاولوا ما أمكن تعرفوا بالمنطقة، وما علينا إلا نخرطوا في هذه التجربة ديالكم ونساندكم. هذا واجب السيد الرئيس، شكرا جزيلا. غادي نهضروا السيد الرئيس على بما أن فات نصف الولاية من تقلدكم منصب رئيس المجلس الإقليمي لورزازات. وغادي نذكروا المشاهدين ديالنا أن كنتو رئيس ديال المجلس الإقليمي لولاية سابقة. غادي نتحدثوا اليوم على واحد العدد ديال الأمور فيما يخص الاختصاصات الذاتية، المجلس الإقليمي والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة التي يؤطرها من طبيعة الحال القانون التنظيمي 112/14. السيد الرئيس، غادي نبداو بالنقل المدرسي. وما أدراك ما النقل المدرسي؟ أنتم تعلمون أن الإقليم ديال ورزازات الأغلبية ديال الجماعات ديالو جماعات قرويه، مسالك صعبه. غادي تاخذ لنا النقطه ديال النقل المدرسي، الجزء الاكبر في هذه الحلقه هذه. تفضلوا سيد الرئيس. شكرا سي محمد على بطبيعة الحال كما أشرتوا ليه، يعتبر النقل المدرسي واحد المعضلة أساسية، اللي كيحاول ما امكن المجلس الاقليمي يتعاطى معها وفق الامكانات اللي كاينه. ولكن اسمح لي باش انه نعاود نمشي ونقول بانه منذ الولايه السابقه من 2015 المجالس الاقليميه انخرطت في واحد تجربه جديده وفق من طبيعه الحال القانون التنظيمي 112/14، الا هي ولات الولايه ديال الصرف بالنسبه لرؤساء المجالس الاقليميه، وبالتالي اصبحت المجالس الإقليمية قائمة الذات، بحكم أنه في ما سبق كانت فقط تقتصر على أنه إبداء الآراء وعقد الدورات، وكيولي السيد العامل هو الأمير بالصرف، وبالتالي ما كانش الإشعاع ديال المجلس الإقليمي واضح، وما كانوش الساكنة كيعرفوا هاد المؤسسات الدستورية. من بعد من طبيعه الحال 2015 كانت عندنا تحديات كبيره جدا، وهو انه نبرزوا هذه المؤسسه ويعرفوا الناس اشنا هو المجلس الاقليمي والادوار ديالو. وانت ذكرتي واحد العدد ديال الاختصاصات اللي كانت منذ ذاك تنقلات المجالس الاقليميه، على راسها النقل المدرسي، على راسها كذلك المسالك القرويه، على راسها الهشاشه، هذيك اختصاصات ذاتيه مباشره. ومن غيرها من طبيعه الحال كان اختصاصات اخرى اللي هي اختصاصات مشتركه من طبيعه الحال مع القطاعات ديال الدوله، مع العلم ان كذلك في الاختصاصات الذاتيه ديالنا كان هناك ما يتعلق بالتشخيص في عدد من المجالات، مثل السياحه، مثل التعليم، مثل الصحه الى غيره. ولكن ذكرتي لي النقل المدرسي اللي غنحاول ما امكن نعاود نهضر لك على المنجزات اللي دارها المجلس الاقليمي والابداعات بين قوسين، لان اجتهدنا انه باش نبدعوا طرق اللي ممكن انه تمكننا باش انه نوصلوا المجلس الاقليمي لعند الساكنه، ماشي نوصلوه كاسم فقط، ولكن كممارسه وكافعال وكتلبيه الحاجيات ديال الساكنه. وبالتالي النقل المدرسي بطبيعه الحال حنا اللي انه نعاتبوا عليه، انه السلطات المختصه، وهو انه ما يمكنش تعطي المجالس الاقليميه بصفه عامه واحد الاختصاصات بحجم الجبل اللي كتطلب واحد الامكانات ماديه وتعبئه موارد مهمه جدا بدون ما تكون نقل الموارد البشريه. وبالتالي كان علينا منذ البدايه ان نحاول بعد تشخيص الوضع. كان المجلس الاقليمي سباق، انا كنقولها سباق على الصعيد الوطني لعقد ايام دراسيه سواء اقليميه او سواء على الصعيد الجهوي لمدارسه النقل المدرسي والاشكاليات ديالو. الحمد لله تم خضعت عليه واحد العدد ديال التوصيات نقلناها للشركاء ديالنا. كان الشريك ديالنا المباشر اللي هو وزاره الداخليه كذلك والجهه اللي تمكنا باش انه تعبئه واحد العدد ديال الموارد الماليه اللي اغناء الاسطول ديال النقل المدرسي. ولكن هذا غير كافي، على اعتبار ان واحد العدد ديال الاشكالات الان كتطرح
على مستوى التدبير وعلى مستوى يعني الحكامه، على مستوى ان هذوك الوليدات يركبوا في ظروف اللي هي امنه وصحيه الى اخره. وهذه كلها اكراهات ما نقدوش حنا نجاوبوا عليها، يعني انه بوحدنا. امكانياتنا سناتي على ذكرها وتفصيلها ضعيفه وضعيفه جدا. نحاول فقط كما تنقول دائما مع الاخوه في المجلس الاقليمي، نحاول تدبير الندره باش انه يكون الاستهداف ويكون كذلك واحد البعد مجالي. اكيد انه الان كاين هناك رؤيه لمحاوله انه اخراج النقل المدرسي من عنق الزجاجه. كاين هناك اراده ديال السلطات الاقليميه لانشاء واحد الجمعيه اللي ممكن انه غادي تحد الجهود ديال جميع المتدخلين والفاعلين في المجال. يكفيك فقط كذلك ان اقول بانه راه هذوك الايام الدراسيه اللي كنا كنديروا حول النقل المدرسي افضت الى تاسيس يعني فيدراليه اقليميه ديال النقل المدرسي. اكيد انه الاهداف اللي تاسست عليها وهو انه هي التنسيق لم يكن عندها يعني انه باش انه تدبر وباش دير كذا، ولكن تشخيص الوضع والتنسيق بين الجمعيات. والحمد لله راه دارت واحد العدد ديال المشاريع اللي حاولنا باش انه نجاوزوا بالنقل المدرسي والمسالك، ودرنا اصلاح ديال المسالك ديال النقل المدرسي على مستوى الاقليم بصفه مرحبا عامه. سيد الرئيس. هذه القضيه ديال المسالك ان شاء الله غادي نرجعوا لها في الحوار ديالنا. يعني تحدثتي على الجمعيه يعني هذه الجمعيه هذه اللي بغات دار باش انها تسير هذا المرفق هذا ديال النقل المدرسي. واش ما كتشوفش باللي هذه الجمعيه هذه اللي دارت دابا باش ان يعني تسير هذا المرفق ديال النقل المدرسي ماشي هو تملص المجلس الاقليمي، يعني من الاختصاص الذاتي ديالو اللي هو النقل المدرسي؟ شوف انا نقول لك تملص نقولوا بين قوسين، ولكن حنا يعني تتكون عندنا يعني الشجاعه دائما باش نقولوا اودي على مستوى الورق هذا اختصاص ذاتي، على مستوى التنفيذ حنا كنرفعوا يدينا وكنغوتوا تنقولوا ما عندناش الامكانيات. استاذي الفاضل باش تعرف بانه الفائض الحقيقي ديال المجلس الاقليمي لا يتجاوز 2 مليون ديال الدرهم في احسن الحالات. و2 مليون الدرهم اي بتعبير اخر 200 مليون سنتيم هي اللي غدير لنا التنميه، هي اللي غدير لنا المسالك. اكيد انه منفتحين على مستوى الشراكه، ولكن الشراكه دائما ماشي حنا اللي يعني نقرروها. بعض الاخرى كنتسناو حتى تكون يعني شي اراده ديال شي شريك معين غادي يطرق الابواب ديالك، ماشي انت ملي كتمشي. الان عجزنا نقولوها، عجزنا عن انه باش نديروا شراكات حقيقيه باش نخرجوا من النفق ديال النقل المدرسي. نحن بطبيعه الحال كنتعاطوا مع هذا سميتو. راه كاين البعض يعني حتى ما كيقدش تكون عنده الجرأه باش انه يقول راه عندي مسؤوليه في هذا سميتو، ولكن حنا عندنا الجرأه باش انه نقولوها. ميزانيتنا ميزانيات كلها تنشهروها وتعرفوها الناس. المجلس الاقليمي كيدير لقاءات تواصليه مع الساكنه في قصر المؤتمرات وكنقولوا ها هما البرامج ديالنا، افلحنا هنا ولم نفلح هنا. وهنا كنقولوا اودي فعلا التطلعات ديالنا اللي باش انه نلمسوا ونمارسوا هذا الاختصاص الذاتي ديالنا في النقل المدرسي عجزنا على ذلك. ولكن نلتمس لانفسنا العذر لاننا نبادر، لاننا يعني نخطط، لاننا نطرق الابواب، لاننا كذا. وهذه معضله ماشي غير هي خاصه بالنقل المدرسي وبالاقليم ديال ورزات، فهي معضله وطنيه. هناك اجتهادات، واكيد انه الطريق الصحيح الان هو اللي غاديين فيه. وزارة الداخلية الآن راه واعية بهذه القضية هذه، وراه هي اللي بدرات وراسلت السادة العمال تطلب منهم باش أنه محاولة تدارس شنو هي الحلول الممكنة للنهوض بالنقل المدرسي. وبالأخص حنا واحد الدولة اللي بغينا باش أنه وليداتنا يركبوا في ظروف آمنة ونعطيو واحد سميتو. حنا راه في المؤشر ديال التنمية راه كنعتبروا من البلدان اللي هي يعني يعني بعيدة بزاف على التنمية، وبالتالي من شأن انه هذا الاهتمام الان قلت لك هناك اراده حقيقيه ديال الجميع، ديال على راسها وزاره الداخليه ومختلف الشركاء الاخرين ووزاره التربيه الوطنيه. وحنا ما علينا الا نخرطوا ونمدوا ايدينا. والجمعيات اللي كنت يعني التأمات في لقاء يعني اخير في العمل ديال الاقليم ابدت الرغبه ديالها حتى هي باش تنجح هذا المسار اللي ممكن انه غادي يكون كفتره انتقاليه اللي غادي يؤدي بنا لتاسيس شركه للتنميه المحليه اللي خصها ممكن انه تدبر هذا المرفق ديال النقل المدرسي. يعني في هذه النقطه هذه مازال حنا في النقل المدرسي. الناس بغاو يعرفوا واش ان السيارات ديال النقل المدرسي واش يتم يعني اقتناؤها من طرف المجلس الاقليمي ولا كيكون يعني بشراكه مع الجهه. لان كما كتقول ان الاعتمادات الماليه. وسؤال اخر اللي يعني تسالي هذا السؤال هذا السيد الرئيس، كاين سؤال اخر: واش في ظل هذه الحكومه هذه
تم تقزيم الاعتمادات الماليه ديال المجالس الاقليميه؟ فيما يخص يعني تدبير الاسطول ديال النقل المدرسي، هناك شراكات درت مع يعني المجلس ديال الجهه، والمبادره الوطنيه كذلك تساهم في هذا الاتجاه. المجلس الاقليمي كذلك بامكانياته الضعيفه اللي قلت لك سابقا بانه حتى هو كيساهم في اقتناء الاسطول ديال النقل المدرسي. لكن المشكل ما بقاش عندنا يعني مطروح في الاسطول، مطروح في التدبير. واش هذاك السائق كياخذ يعني المستحقات ديالو كامله؟ واش الدراري كيركبوا في ظروف امنه؟ واش يعني انه المسافات اللي كيقطعوها هاد الاسطول كلها كفيله باش انه دير هاد التلميذ في واحد الراحه معينه؟ واش كيركبوا الناس مزاحمين والبنات والدراري وكذا الى اخره؟ هذه كلها اسئله اللي كنحاولوا ما امكن يعني نجاوبوا عليها من خلال انه ملي كنتصلوا بالاسطول حنا مع الشريك ديالنا وزاره التربيه الوطنيه كيعطيونا شنو هو الخصاص اللي هو مطروح على الصعيد الاقليمي، وحنا كنوزعوه بطريقه شفافه وديمقراطيه ومعقوله، ومع مر يعني انه تكون عندنا شي احتجاجات في هذا الاتجاه لانه شي الاسطول ديال النقل المدرسي في التوزيع مشى لشي بلاصه اللي ما كتستحقهاش. وبالتالي حنا غاديين في هذا الجانب هذا. فيما يتعلق تملص يعني ماشي انا كنقول دائما تملص، ولكن فعلا الميزانيه ديال المجالس الاقليميه استاذي الفاضل راه نقصات ب 65%. راه واحد الوقيته كنا كندبروا المجلس الاقليمي ب 30 مليون ديال الدرهم، الان تقريبا راه نكاد نلامس واحد 15 16 مليون ديال الدرهم، يعني تقريبا راه معضله كبيره جدا. في حين انه يعني انه المتطلبات ديال الساكنه والشساعه ديال الاقليم واحد العدد ديال الاحتياجات اللي انه كتجعلنا باش انه نخرطوا في هذه الشراكات اللي ما توصلش كما قلت سابقا المبتغى ديالنا والبلايص اللي بغينا فيها. ملي كتجلس كتجيك واحد الشراكه في الصحه، لو انه انا يعني تم يعني انه مساءلتي ويقول لي فين بغيتي هذه الشراكه تكون، انا نختار من النقل المدرسي ولا نختار المسالك ولا نختار الهشاشه، ما نمشيش مثلا للصحه، رغم ان الصحه راه حتى هي عندها بعد اولوي. ولكن بالنسبه لسميتو هناك جهات اللي هي وصيه مباشره على القطاع ديال الصحه، ولكن حنا نساهم في هذا الاتجاه. اللي كنقولوا اجمالا وهو انه هذه الحكومه ما عطاتش لهذه الجهه بصفه عامه وما عطاتش الاقليم ديالنا الامكانات اللي تيستحقها من اجل يعني تدارك الخصاص التنموي اللي كاين. ودائما ما فتي اننا نقول راه هذا يعني الاقليم ديالنا راه خاصو بطبيعه الحال جبر الضرر ديال واحد العدد ديال السنوات باش على الاقل نكونوا في المستوى. ونحن يعني في هذا يعني المؤسسه الان ديال الاطلس الكبير، الوكاله اللي غادي تكون ان شاء الله، نتمنى باش انه تكون عندها واحد بالفعل يعني انه مؤسسه اللي بالفعل كتجاوب على التساؤلات الملحه ديال الناس ديال المنطقه. شكرا جزيلا سيد الرئيس. بالنسبه لاحداث الشركه ديال التنميه، شنو هو الراي ديالكم في هذا الاحداث ديال هذه الشركه هذه؟ واش يعتبر يعني هذا الاحداث ديال هذه الشركه هو النقص في الموارد البشريه والماليه او الكفاءات في المجلس الاقليمي؟ يعني واش جاءت هذه الشركه باش انها تعوض المجلس الاقليمي؟ هي جات باش تجاوب على هاد المسائل هذه كلها اللي هضرنا، لان بعد واحد التشخيص لقينا بلي انه من طبيعه الحال السلطات الاقليميه وعلى راس السيد العامل كانت عندهم الجرأه باش يديروا واحد التشخيص، ولقينا بالفعل بلي ان واحد العدد ديال المشاريع اللي عمروا طويلا وكان بالامكان باش انه يعني تكون فيهم الانتهاء الاشغال منذ سنوات عده، وتيكون في واحد البلوكاج غير بامور اللي هي تافهه وكذا الى اخره، واحد العدد ديال المساطير، واحد العدد ديال الامور اللي فوتت علينا واحد العدد ديال الفرص. وبالتالي يعني انه الان ملي غادي تكون الشركه ديال التنميه المحليه اكيد انه هي غتتحمل المسؤوليه ديالها في جميع الامور اللي تتعلق يعني بالتنفيذ والانجاز. تتكفي ماشي كنهضر غير المجالس الاقليميه، المجلس الاقليمي فقط، ولكن راه الجماعات كلها راه منخرطه وراه عندها اسهم ديالها فيما يخص هذه الشركه ديال التنميه المحليه. وبالتالي يعني انه غادي نكونوا رفعنا من الوتيره ديال الانجاز. المساطير اللي كتخدم بها شركه التنميه المحليه ماشي هي اللي كيخدموا بها يعني الجماعات، وعلى راسها من طبيعه الحال المجلس الاقليمي. كاينه واحد النوع ديال المرونه في المساطير، واحد المرونه في يعني في الانجاز. اكيد انه نعتبر ذلك يعني ضروره ملحه، لانك تجاوب على النقص ديال الموارد البشريه اللي عندنا، النقص ديال والاستهداف والامكانات الماديه. باش غدا حنا شنو غادي نديروا؟ حنا غادي نمشيو نقلبوا على موارد بشريه، نقلبوا على شراكات، ما باقيش غادي نشغلوا واحد العدد ديال الحويجات اللي ممكن انه غادي تكون
يعني موكوله من طبيعه الحال لشركات التنميه المحليه. واكيد من طبيعه الحال غادي يكون دائما التنسيق، وغادي يكون الاشراف، وغادي يكون التتبع. ولكن اظن ان التوجه العام الان فاش غادي الدوله، وهذا من طبيعه الحال قطع فيه المغرب ديالنا اشواط كبيره وكبيره جدا، هو هذه الشركات التنميه المحليه كتجاوب على واحد العدد ديال معضلات التنميه اللي كاينه على الصعيد يعني الوطني والجهوي والاقليمي. شكرا. بالنسبه لهذه الاسهم ديال الشركات التنميه، ما نلاحظ ان يعني الاسهم ديال البلديه ومثلا بعض الجامعات ماشي بحال بحال. يعني واش هذه الشركه دي موجهه باش انها تنمي مثلا مدينه ديال ورزازات على غرار الاقليم ولا؟ لا، هو شركة فهي ما كتقترحش يعني المشاريع، ما كتقترحش ما كتقلب على شركاء، بل هي انه يعني واحد الصيغة، واحد الذراع تنفيذي البرامج ديال المؤسسات والجماعات الى اخره. وبالتالي فهذه القضية ديال الاسهم بنيت على اساس انه مثلا جماعة قروية اللي هي بين قوسين، ما بقاش هذا المصطلح ديال القروي انطلاقا من يعني القوانين التنظيميه، ولكن حنا غنستعملوه باش نقربوا المفاهيم اكثر. بمعنى انه جماعه قرويه اللي الموارد ديالها ضئيله وضئيله جدا، ما يمكنش انه نفرضوا عليها باش انه تنخرط في هذا يعني شركات التنميه المحليه باسهم اللي هي كبيره جدا، في حين انه البلديه مثلا عندها امكانات، وامكانات ديال البلديه تفوق الامكانات ديال المجلس الاقليمي. الاساسي هنا انه حنا بوعد تنموي تضامني، يعني بنيت بشكل تنموي تضامني. وديك الساعه شكون اللي غادي يحكم هذه العمليه؟ لا، المشاريع اللي غادي دار، راه غادي دار في المجال ديال الاقليم باكمله. نتمنوا غير فقط انه الحكومه يعني تضخ يعني انه سيوله ماليه وبرامج طموحه باش انه تمكن هذه الشركه ديال التنميه المحليه حتى هي تخدم. راه واحد الوقيته نديروا شركه التنميه المحليه ونبقاو مربعين يدينا، على اعتبار انه خاصنا نقلبوا على مشاريع اللي حتى هي تم انجازها وتطبيقها واخراجها للحيز الواقع من طرف هذه الشركه هذه. شكرا السيد الرئيس. غادي ندوزو دابا بالنسبه لاصلاح المسالك الطرقيه. يعني لاحظنا ان المجلس الاقليمي خدم مزيان في الاقليم على هذه القضيه هذه ديال يعني المسالك الطرقيه، ولو انه يعني ماشي من الاختصاص الذاتي ديالو، من الاختصاصات المشتركه اظن لا، الذاتيه. اصلاح المقاطع الطرقيه. يعني عندي سؤال، واش يعني الاليات ديال المجلس الاقليمي هل يعني يتحكم فيها المجلس الاقليمي ام انها؟ الاليات ديال نبدا لك من الاخر، الاليات ديال المجلس الاقليمي يتحكم فيها المجلس الاقليمي ماشي 100%، 200%. المجلس الاقليمي هو الذي يدبر الاليات، هو اللي يعني انه يوضع واحد يعني برنامج ديال استهداف على مستوى الجماعات. وكان واحد العدد ديال الاتفاقيات كتربطنا مع الجماعات، كان واحد العدد ديال التدخلات اللي تمت، اللي ماشي غير فتح، ماشي غير اصلاح المسالك، بل فتح واحد العدد ديال المسالك. ونذكر التدخلات ديالنا على مستوى منطقه ايمينولا ومنطقه غسات، على الخصوص اللي تم فيها فتح واحد العدد ديال المسالك. صحيح ان هذه الاليات هي ضعيفه، ما كافياش يعني بالعدد. كنأملوا على اساس انه يعني مجموعه الجماعات التنميه اللي هي عندها هذا الاختصاص بين قوسين، لان من بعد تبين بلي انه راه خاص هذا الاختصاص بالنسبه لها لا يجب ان تمارسه في غياب المجلس الاقليمي، ولكن الله يهديهما هما يعني انه كيمارسوا الاختصاص في ظروف الحمد لله حنا كنمارسوا في ظروف افضل، على اعتبار ان الحمد لله الاليات ديالنا تتواجد. ممكن درك انه تمشي للبارك ما تلقى حتى شي اليه، غتلقاهم الان موجودين في سكوره، وموجودين في مينولا، وموجودين في غسات، وموجودين في تازناخت. يعني واحد العدد ديال، وهذه نقطه ضوء تحسب للمجلس الاقليمي، لان مع الاراده ديال المجتمع المدني بالخصوص، وديال الجماعات، وديال السلطات الاقليميه، تمكنا باش انه نجاوبوا على مستوى واحد العدد ديال الانتظارات ديال الساكنه. راه غير ملي كتصب الشتاء ولا كطيح الثلج راه المسالك ديالنا كلهم تيرجعوا ازيرو، وخاص عاوتاني دير واحد سميتو. هذا ماشي حلول، ولكن نتمناو كما قلت دائما تترجع بانه حنا كنتدخلوا بالامكانات ديالنا بالاستهداف، نحاولوا ما امكن بالترشيد ديال الموارد ديالنا، والجميع الحمد لله كيساهم. وهذه نعتبرها من الابداعات ومن الاجتهادات ومن نقط الضوء عند المجلس الاقليمي. وحنا نعيش التجربه ديال على صعيد واحد العدد ديال الاقاليم، ولكن فيها موارد ماليه، فيها موارد بشريه، فيها يعني انه كذلك امكانات لوجستيه كبيره.
ولكن ربما لا تلقى النتائج اللي تحققت يعني بهذا ديال المجلس الاقليمي ديال ورزات، ونحن نفتخر بهذا، وناملوا باش انه تعطينا فرصه ديال ابرام شراكات اخرى لاقتناء عدد من الاليات، لان الاليات اللي عندنا ما كافياش وغاديه في التقادم، وبالتالي من هنا لقدام ما غاديش نتمكنوا نخدموا بنفس الوتيره اللي حنايا خدامين بها. بالنسبه السيد الرئيس غادي نمشيو للقطاع الصحي. والقطاع الصحي انتم تعلمون يعني الوضع ديال القطاع الصحي بالاقليم، ويعني هاد القضيه دي غادي نهضروا على البرنامج المساعده الطبيه المستعجله سامي، اللي هو بالمناسبه برنامج ناجح، وبرنامج اللي عطى يعني النتائج ديالو في عده جامعات يعني قرويه. ولكن مؤخرا تروج بعض يعني الاخبار ان الجمعيه يعني التي تدبر هذا القطاع هذا عندها مشاكل ماليه. واش صحيح السيد الرئيس؟ غير صحيح. لا وجود لمشاكل ماليه، لا وجود لمشاكل تدبيريه، لا وجود يعني على مستوى يعني التنفيذ والحكامه. جميع الشركاء يعني انه منكبين على اساس انجاح هذه التجربه اللي ممكن انه نقول هي الاولى على الصعيد الوطني. اكيد انه لا بد ما تكون فيها نواقص، لا بد ما تكون واحد العدد ديال الامور، ولكن ما كيعنيش انه هذا راه فشل اللي ممكن انه يجعل هذا البرنامج يتوقف. لا، ما قلناش فشل، يعني كاين واحد التخوف انه يتوقف، لان ذكرت باللي قلت لك ان هذا البرنامج ناجح، ولكن كاين واحد التخوف في الاوساط يعني ديال الساكنه ان هذا البرنامج هذا باش ان لا يوقف، يعني لان تروج اخبار ان هناك مشاكل ماديه، هناك مشاكل ديال الضمان الاجتماعي، هناك عده مشاكل يعني دروك انا نقول لك تقريبا الان يعني المنظومه ديال الصامي عندها دروك موارد ماليه اللي كتسمح لها باش انه تخدم في السنه ديال 2025 و2026 باريحيه. اذا حنا ملي تكون عندنا على الاقل بعد واحد السنتين مضمونه باش انه نخدموا فيها، وراه من بعد ان شاء الله غتكون فرصه ديال انه تعبئه موارد اخرى، تعبئه شراكات، من اجل انه تكون الاستدامه. كتكون وزاره الصحه والتنميه الاجتماعيه يعني انه كتساهم وشريك يعني رئيسي. عندنا السلطات الاقليميه بما فيها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، السيد العامل من طبيعه الحال الرئيس ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على الصعيد الاقليمي. ثم كذلك وزارة الداخلية اللي ضخت أموال كبيرة جدا ومبالغ مهمة. المجلس الإقليمي كاين الهلال الأحمر اللي هو كيسهر على يعني تنزيل هذه المسائل هذه كلها. كاين واحد العدد ديال الشركاء، كاين سميتو لانابيك حتى هي واحد العدد ديال الشركاء اللي هما يعني خدامين في هذا الجانب. واكيد ان الحمد لله باللي تمكنا باش انه نقلصوا هذاك المدى الزمني ديال نقل المريض من المنطقه، من ابعد منطقه من ايمينولون، باش يجي للمستشفى الاقليمي ديال سيدي حسين في واحد الوقت اللي هو قياسي ووجيز، فاحنا ربحنا. هذا يعني انه الحمد لله راه امكانات بشريه مهمه جدا، من مسعفين، من اطباء، من ممرضين، واحد العدد ديال لي زومبيلونس اللي هي يعني مجهزه بالتجهيزات اللي هي مهم كتستعل باش انه يتنقل المريض في ظروف اللي هي امنه. بل اكثر من ذلك، هنا عندنا يعني 3 ديال لي زومبيلونس يعني من صنف الف اللي هي مجهزه بالتجهيزات طبيه جد متطوره، اللي ممكن كتسمح للطبيب باش انه يدير فيها عمليات وتدخلات طبيه يعني مستعجله بواحد الاريحيه. على كل، هذه التجربه الحمد لله هي تجربه يعني ناجحه، وقلت لك الاستمراريه دروك راها مضمونه من خلال انه الرؤيه الان اللي كاينه من طرف الشركاء، وكنحاولوا ما امكن باش انه نفتحوا على الجميع باش انه تكون سميتو حتى التسعيره اللي دارت راه هي يعني تسعيره رمزيه، لان حقيقه اذا ما كانت هذه الموارد كذلك من طبيعه الحال الجماعات ومن طرف الساكنات هم يساهموا شويه، اكيد انه غادي يصعب باش انه كذا. الحمد لله راه كل شيء من خالط. اذا هذه التدخلات الطبيه المستعجله انا بصدد تقديم هذه التجربه من طبيعه الحال للناس اللي تيطلبوها اقاليم، تيطلبوها ناس اللي هما باغيين حتى هما ينخرطوا في هذه التجربه اللي هي رائده وناجحه على الصعيد الوطني.
اشنو هما الاقاليم فاش كاينه هاد الخدمه هذه ديال الصامي السي الرئيس؟ هو الان الاقاليم اللي كانت فيها الجديده هي اللي كتعطى بها دائما المثل، ولكن هي مع يعني مع شركه خاصه. يعني انه هذا القطاع تعطات يعني انه بحال اتفاقيه شراكه مع شركه خاصه هي اللي كتدبر، ولكن توقف لعده اكراهات. حنا حاولنا ما امكن باش انه ما تكونش شركه خاصه، باش انه تكون يعني انه هاد الشركاء كلهم يلتئموا في اطار واحد المنظومه ديال الصامي، وعلى راسها من طبيعه الحال الشركاء الرئيسيين اللي هي من طبيعه الحال وزاره الصحه والعمليات الاقليم وشركاء اخرين سبق لي ذكرتهم. اذا هما الان اللي واخدين يعني انه هاد البديله ديال انجاح هاد العمليه، وهذا شيء مهم جدا. لان حتى الشركه من طبيعه الحال ملي غادي تاخذ من عندك مثلا المارشي ديال انه دير الصامي على مستوى الاقليم، راه سيكلف اكثر. وحنا الان لاننا نحن من ندبر، نحن من ينفذ. من طبيعه الحال ملي كنقول نحن من هو الشركاء ماشي المجلس الاقليمي. من طبيعه الحال الجمعيه اللي الان تسهر على التنفيذ هي الهلال الاحمر المغربي، ولكن الحمد لله يعني انه راه وفرنا مبالغ ماليه مهمه. وهذا فين كنقولوا تدبير الندره والاستهداف، هذا شيء اساسي. وبالاخص انه حنا بغينا طموح ديالنا باش انه نكونوا متواجدين في كل بلاصه. ونتواجدين في كل بلاصه خص يكون واحد الابداع، يكون واحد النوع ديال الاجتهاد، يكون واحد النوع ديال التضامن والتكافل بين الجميع، وهذا ما تحقق. ولكن هذا دائما تنطرحوا السؤال، راه ما يبقاوش دائما غنبداو نرقعوا بهذا الشيء. راه الحكومات خصها يعني تحمل المسؤوليات ديالها تجاه هذه المنطقه. نبقاو ديما في الوضع الصحي السيد الرئيس. شنو بان لك في الغياب ديال يعني الطبيب في عده مراكز على المستوى الاقليمي؟ يعني كنشوفوها تقريبا النص ديال المراكز الصحيه في الجامعات راه ما فيهمش طبيب. وعندنا هذا المشكل هذا. اشنو هو الحاجه اللي ممكن يعني يقدمها المجلس الاقليمي باش نحلوا هذا المشكل هذا؟ المجلس الاقليمي منخرط في هذا الشيء. المجلس الاقليمي راه عنده عده شراكات الان الاطباء عن طريق التعاقد مع جمعية منبع العطاء ومع السلطات الإقليمية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك الوكالة ديال تنمية التشغيل والكفاءات لانابيك إلى آخره، وشركاء آخرين اللي حنايا منخرطين في هذه العملية هذه. الآن الأغلبية ديال يعني المراكز الصحية والمستوصفات راه فيها طبيب بفضل هذا يعني التعاقد اللي يعني داروا المجلس الاقليمي مع واحد العدد ديال يعني الاطباء. احنا راه منخرطين في هذا الجانب. بل اكثر من ذلك، هناك اطباء في مختلف التخصصات اللي هما تيشتغلوا في المستشفى ديال سيدي حسين. اكيد انه ماشي هذا هو الحل. خص الوزاره يعني انه تحمل المسؤوليه ديالها في هذا الاتجاه من خلال الابداع، يعني طرق اخرى. علاش تنقول ابداع؟ لان الوزاره كتقول انا راني فاتح يعني واحد العدد ديال التخصصات، واحد العدد ديال الاطباء خصهم يمشيو مثلا للورزازات، ولكن ما كيجيوش الاطباء، ما كيبغيوش يخدموا في هذه المنطقه. يعني ستفكر اشنو اللي السبل اللي ممكن انه تحفز وتجعل هذاك الطبيب يقبل باش انه يجي يخدم في هذه المنطقه. الا ما كانش تحفيزات من طبيعه الحال ما يمكنش يجيو الاطباء. ولكن تحفيزات السيد الرئيس ممكن يقدموها الجامعات والمجالس الإقليمية، يكون مثلا توظيف من طرف الوزارة، ولكن يكون واحد التعويض تكميلي بحال قلتي امتياز على المنطقة. راه ممكن يكون، ولكن تنقول دائما اللي ممكن انه ياخذ البادره ديال هذا الشيء. الحمد لله السلطات الاقليميه راه مخدمه في هذا الاتجاه، والجماعات ما يعني ما ان ما عمرها ملي كيدقوا الباب ديالها على اساس انه ايجاد حل ما الاشكال مثلا ديال سكن ديال شي حويجات اللوجستيه كذا، الجماعات تيكونوا سميتو. ولكن تيولي هذا الشيء كله هو نحاول ما امكن باش انه يكون مرحلي ويكون بين قوسين تدخل اني في حين انه راه خصنا يكون عندنا واحد الحل اللي هو شمولي. وبالتالي هذا كتطرح عندنا واحد العدد ديال الاشكالات. غدا الا ما تمكناش باش انه نضمنوا هذه الاستمراريه ديال هذه الشراكات كما قلنا في الصامي، راه غدا غادي نرجعوا لحاله الصفر. هذوك الاطباء اللي في هذوك المستوصفات راه غادي يمشيو في حالتهم. التخصصات اللي كانت مثلا اللي دارت في اطار هذه القضيه ديال يعني التعاقد واللي سهر عليها المجلس الاقليمي مع الشركاء ديالو غادي يمشيو في حالتهم. وبالتالي غادي نرجعوا لواحد الحل اللي هو اسوأ. خصنا نزيدوا لقدام.
خصنا نزيدوا اطباء، خصنا نزيدوا تخصصات، خصنا نزيدوا كذا، وهذا خصو واحد الاراده وخصو واحد التصور شمولي باش انه نكونوا في المواعيد. اكثر من ذلك المجلس الاقليمي راه منخرط في اصلاح يعني واحد العدد ديال المستوصفات، لان واحد العدد المستوصفات اللي بهذا التعبير الدارجي ديالنا كلات العصا، والمجلس الاقليمي متابع الحال مع الشركاء ديالو راه الان اهلوا كذلك السكنيات ديال الناس اللي هما كذا واحد يعني حنا في هذا الجانب، ولو انه ماشي من الاختصاصات ديالنا الذاتيه، هو من الاختصاصات ديالنا المشتركه. عندنا فيه ما هو ذاتي هو التشخيص، ولكن الان في التنزيل ديال البرامج والتطبيق ديالها هو اختصاص مشترك حنا منفتحين فيه، وممكن انه تيطغى كاع على التخصصات الاخرى ديال المجلس الاقليمي. كيبان لنا بلي انه حنا منخرطين في الجانب ديال الصحه اكثر من سميتو من المسالك. حنا في الصحه المبالغ الماليه المهمه اللي تضخت الان عن طريق المجلس الاقليمي من طرف الشركاء في المجال ديال الصحه كبيره وكبيره جدا. راه يعني ممكن نعطيك غير شي رقم معين، راه تتجاوز يعني انه الملايين وملايين عشرات الملايين ديال الدراهم، وهذا شيء مهم. المجلس الاقليمي الان منخرط كذلك في اقتناء البقعه الارضيه اللي غيدار عليها المستشفى سميتو الجهوي ديال التخصصات هذه جايين لها السيد الرئيس لهذا المستشفى الجوي ديال التخصصات. يعني فين وصلت بعد الاتفاقيه الاطار اللي يعني بالمبلغ ديال 44 مليون ديال الدرهم اللي فيها من طبيعه الحال التجهيز ديال سيدي حسين ومستشفى التخصصات. فين وصل مستشفى التخصصات؟ لانه يطرح في الاوساط يعني على مستوى مدينه ورزازات ان مستشفى التخصصات وكما تعلمون انه تخبط من ما بين تارميكت وما بين البلديه، ما بين تارميكت وما بين البلديه، ما بين تارميكت وما بين البلديه. يعني اشنو هو هذا المشكل؟ اشنو هو المشكل؟ واش هو حسابات سياسيه؟ واش هذه الاتفاقيه الاطار اللي هضرتي عليها ماشي 44 مليون ديال الدرهم، هي 444 مليون ديال الدرهم، 444 مليون ديال الدرهم، بمعنى واحد 44 مليار. مزيان. هاد المستشفى هي يعني انه فيها هادشي اللي ذكرت، فيها هاد التخصصات يعني التوظيف عن طريق التعاقد، فيها الصامي، فيها مستشفى ديال يعني التخصص، وانا سميتو جهوي. علاش جهوي؟ لان ملي كنهضروا راه كنهضروا على زاكوره وكنهضروا على تنغير وكنهضروا على جزء من طاطا اللي كلهم يعني الخدمات الصحيه ديالهم راه غادي يعني يجيو لهذا المستشفى ديال التخصصات، وبالتالي راه هو ماشي غير فقط اقليمي، بل هو غادي ياخذ الهم ديال واحد الجهه بصفه عامه. فيما يخص مستشفى التخصصات يعني مسائل اللي هي تقنيه، على اعتبار ان كانت كاع البقع الارضيه اللي هما شي جوج ولا ثلاثه اللي كانوا يعني انه واحد الوقيته مشات لهم لجان ولقاو بلي انه مشاكل تقنيه جدا اللي على مستوى يعني انه يعني البنيه الجيوتقنيه ديال سميتو ديال الاراضي اللي ممكن غادي يدار فيها هذا كذا غادي تكلف، وبالتالي غادي تستنزف واحد الامكانات مهمه جدا. الان الميزانيه اللي توضعات لهذا المستشفى ديال التخصصات تلامس 280 مليون ديال الدرهم، وبالتالي الا مشينا باش انه نبنيو المستشفى في هذوك البلايص اللي كانوا تختاروا في الاول، فغادي يستنزف غير البناء واحد الاموال اللي هي كبيره جدا، وبالتالي كان كل مره كيتنقلوا لواحد البلاصه ما تلقاوهاش ملائمه. واخر ما الان تم الاتفاق عليه وهو انه في الدخله ديال ورزازات من الجهه ديال من طبيعه الحال ديال مراكش راه تما فين غادي يدار المستشفى ديال التخصصات، والمجلس الاقليمي يعني انه منهمك باش انه استكمال الاجراءات يعني اللي تتعلق باقتناء هذاك العقار. والمجلس الاقليمي في الدوره ديالو الاخيره وافق، على اعتبار ان رغم ان الملاحظات اللي ممكن انه نقدموها، لان الاراضي يعني انه اللي توضع لهذا يعني المسائل اللي هي عندها طابع اجتماعي وعندها واحد لامباكت مباشر على الساكنه، نورمالمون راه تعطى بالمجان. حنايا انتقلنا من 15 درهم، سلطه الوصايه رفعت المبلغ الى سميتو 40 درهم، وهذا شيء اللي غادي يعني يكون سميتو عائق امام المجلس الاقليمي نظرا للامكانات ديالو الماديه الضعيفه جدا، ولكن بطبيعه الحال ما غاديش سميتو نقولوا لا، وحنا غادي نوضعوه من ضمن الاولويات ديالنا، لان نعتقد ان انجاز المستشفى ديال التخصصات هو من الاولويات بالنسبه لنا وبالنسبه للساكنه.
يعني كتنفي السيد الرئيس ان التاخر ديال مستشفى التخصصات انه ماشي تجاذب، ماشي زعما تجاذبات سياسيه. شوف انا ما نقدرش نقول لك، ربما بعض الاحيان كتدخل هذه التجاذبات السياسيه بين انه واش يبقى هنايا في الجامعات ورزازات ولا يمشي هو بحال لترميكت. بحال كنفترضوا اي بحال على كل الفاعل السياسي ممكن ولكن انا كنقول لك بكل صدق يعني انه الان ما اخره ماشي هذه التجاذبات السياسيه، ممكن تكون يعني اهواء ديال الناس تيبغيو، كاين مثلا اللي كيبغي باش انه يبان يفرض يدير وكذا، هذا الشيء لا ننفيه، ولكن هذا ماشي هو العائق اللي جعل هذا المستشفى التخصصات انه باش سميتو. والحال ان المجلس الاقليمي منذ البدايه واكب هذه العمليه هذه، وبهذه المناسبه الحمد لله راه غير بعض الاحيان يعني تنقولوا لا راه شويه ديال السياسه ديال كذا، والفاعل سميتو المحلي راه بطبيعه الحال راه جاي تيدير السياسه، ولكن تيدير السياسه ما خصها تكون بشكل قدحي، خصها السياسه اللي ممكن كتخدم المواطن. وحنا الحمد لله راه كان اراده ديال انه يتدبلوك هذا الملف ونمشيو في اتجاه الانجاز ديالو، بالاخص انه الامكانات الماليه ديالو راه ترصدت الامكانيات ديالو الماليه. ممكن نشوفوا غير مثلا الميزانيه ديال الحكومه راه يعني انه في هذا المستشفى ديال التخصصات، ما علينا الا تكون النيات ديالنا صادقه ونمشيو لقدام. ما حدنا مازالين في السياسه السيد الرئيس. واش التحالف السياسي في المجلس الاقليمي يعني متجانس قوي؟ نقول لك المجلس الاقليمي ما فيش تحالف سياسي، ما كاينش منذ البدايه. ممكن في ديك البدايه ولكن سمعنا احنا في ديك البدايه انه كانت تشنجات. ممكن في البدايه، وهذا شيء طبيعي لان كل واحد جاي من حزب واحد ديالو، كل واحد عنده، ولكن الحمد لله كانت الاراده، ديك الاراده الجماعيه ديال الاعضاء وعضوات المجلس الاقليمي من بعد ذوبت هذاك المشكل يعني، ولا ديك التيكي ديال السياسه. حنا في المجلس الاقليمي يعني تنتعاملوا كاشخاص كفاعلين كاصدقاء بهذا المفهوم، كاخوه كاخوات، الحمد لله ما عمرنا كنستهدفوا الجانب السياسي، والحمد لله يكفي ان يعني انه نشوفوا الطريقه باش كيدوزوا الدورات، الطريقه باش كتنفذ المشاريع، الطريقه باش كنحضروا مجموعين، يعني انه حنا راه كان فينا اللي ممكن واحد الوقيته كاع ينسى الحزب ديالو. وهذا نقول لك حقيقه كان كنجلسوا ما بقيتش كتشوف واش هذا ولا هذه اللي طلع معك في اللائحه. انا نقول لك بكل صدق يعني هذاك التجانس اللي كان بيناتنا ما باقيش كنشوفوا هذا راه طلع من الحزب الاحرار، هذا من الحركه، هذا من البي بي اس، هذا من الباب، ما بقاش عندنا داك الشيء الحمد لله. وهذا شيء اساسي يحسب للمجلس الاقليمي، وحتى التجربه ديالو في التدبير وفي الحكامه هي يعني انه في واحد المستوى عالي. وهنا لابد انه ما نوجه الشكر للاخوه والاخوات اعضاء وعضوات المجلس الاقليمي، لانه هما اللي عطاو هذا النموذج. اذا كانت بؤر وبقاع سوداء على مستوى التدبير على مستوى الاقليمي، فاحنا الحمد لله نفتخر ان التدبير ديالنا في المجلس الاقليمي تدبير جماعي، تدبير ديمقراطي، تدبير تشاركي. وممكن انه تشوفوا الاصداء ديال الساكنه اذا ما كانتش راضيه على الانجاز ديالنا 100% نظرا للخصاص التنموي اللي كاين، ولكن على مستوى التواجد ديالنا وعلى مستوى الصراحه ديالنا راه الحمد لله خصنا نمشيو فيها لان مهمه جدا. السيد الرئيس، بالنسبه يعني اللون السياسي ديالكم، يعني الحزب الذي تنتمي اليه حزب الحركه الشعبيه، واش لا يشكل لك هذاك اللون السياسي مشكل في الترفع سواء جهويا ووطنيا، مع العلم ان الحزب ديالكم يتواجد في المعارضه؟ لا يشكل بالبت المطلق. انا بالفعل انا كاتب اقليمي ديال الحركه الشعبيه، ونجحت باسم الحركه الشعبيه، ولحد الان يعني انه ادبر واسير يعني انه كفاعل في اطار الحركه الشعبيه. بكل صدق يعني انه ما لمسته من طرف الشركاء المحليين انه التجاوب الكامل، ويكفي جهويا كذلك. كاين تصور لان احنا عندنا تنسيقيه اقليميه، تنسيقيه جهويه ديال رؤساء المجالس الاقليميه، بمعنى انه فيهم جوج ديال رؤساء المجالس الاقليميه ديال الحركه الشعبيه، رئيس مجلس اقليمي في الاتحاد الاشتراكي، رئيس مجلس اقليمي في الاصاله والمعاصره، ورئيس مجلس اقليمي في الاحرار. ما عمرنا كان عندنا شي سميتو كنتعاملوا مع الجهه على اساس انه كمؤسسه اللي مفروض باش انه تعامل مع رؤساء المجالس الاقليميه لفك المعضلات التنمويه. اكيد الطموح ديالنا باش يكون التعامل ديالنا مع الجهه
تعامل اكبر واكثر، ولكن المسائل اللي تحققت ما هي شي زعما نقولوا باش نستبعدوها ونقولوا ما كايناش، كاينه ولكن لا ترقى الى الطموحات ديالنا. مستوى التنسيق اللي بغينا باش انه يكون بيننا وبين الجهه لحد الان مازال ما رقاش للطموحات ديالنا. بغينا الاشراك الحقيقي والفاعل باش انه نكونوا كمؤسسه دستوريه من طبيعه الحال كنساهموا. راه بوحدنا ما يمكنش نديروا حتى شي حاجه، ونعول على الانخراط اكبر ديال الجهه. السلطات الاقليميه من طبيعه الحال كتعامل مع المجلس الاقليمي بهذه المساله اللي قلت لك، ماشي لانه رئيس ديال الحركه الشعبيه ولا كذا الى اخره، لان احنا كنديروا التنميه، الى انا غادي نتعامل لانه هذاك ديال الحركه الشعبيه ماشي مثلا في التحالف الحكومي، بالتالي راه كنحكموا على واحد النظره ضيقه وتندبروا الامور بواحد الطريقه. لا اظن انه كذا، واخا العتاب ديالنا على الحكومه والعتاب ديالنا كذا، ولكن راه ماشي حيت حنايا في الحركه هذاك الشيء على اسمها السياسات الحكوميه في اتجاه هذا الاقليم هذا ماشي هي هذيك وكذا الى اخره. مع العلم انه راه اغلبيه ديال الجماعات الان اللي كاينه هنايا راه من رئيس الحكومه، تقريبا النصف ديال الجماعات، ولكن رغم ذلك راه حتى هو ما تيعاني وحتى هو ما كيشكي وحتى هو ما كذا الى اخره. اذا هذه النظره ديال الحكومه بصفه عامه لهذه المنطقه بغض النظر عن اللون السياسي، والنظره ديال الحكومه لهذا الانسان ديال هذه المنطقه، لان حتى حنا في النهايه راه كنكونوا ناس ديال اللي عمرها دار، الناس ديال سميتو بين قوسين يقولوا لنا الناس ديال واخا كذا الى اخره، ولكن الناس حنا مربين ونتمنوا باش انه دوك الناس يلتقطوا هذه الاشارات. راه ماشي داك الترافع ديال انه نمشي وندير ونضرب الطبالي وندير كذا الى اخره، راه حنا يعني عاملونا على قد منطقتنا وعلى قد كذا، ولكن حقنا في التنميه راه بغيناه. هذا هو اللي قلت. هناك بعض الاخبار تروج انكم يعني غادي يكون واحد الترحال سياسي عن الحركه الشعبيه. السيد الرئيس المجلس، واش ممكن نشوفوك في حزب اخر بلا الحركه الشعبيه الولايه الجايه؟ انا الان رئيس مجلس اقليمي، كاتب اقليمي ديال الحركه الشعبيه، وحنايا الحمد لله ملي كنمشيو دائما لشي حزب فكنعطيو هداتنا من اوله الى اخره. المستجدات اللي غتكون غدا وبعدو، لان اسبق من هذا راه كنت في حزب الاستقلال، نبعي الاستقلال تقريبا لمده 30 سنه. يعني لا تشتاق الى الحنين السيد الرئيس؟ شوف انا نقول لك، حزب الاستقلال مدرسه، ومن قطعت علاقتي بالاطر وبالقيادات ديال حزب الاستقلال منذ ذاك، وانا ولد منظمه الكشاف المغربي، واخيرا حضرت في المجلس الوطني ديال الكشاف المغربي، ومشيت سلمت على الاصدقاء وعلى الاخوه ديالي وكذا الى اخره. ما عمري كندير قطيعه مع المراحل. انا الان في اطار هذه المرحله مع الحركه الشعبيه، وغادي نبقى نعطي ونناضل في اطار الحركه الشعبيه. اش غنقول لك، غدا بعد غدا توقع مستجدات كما وقعت مثلا حزب الاستقلال. ما خرجناش حنا من حزب الاستقلال لان بغينا، كان توجه، كان استراتيجيه، كان اختلاف في الاراء الى اخره، اتخذنا قرار. الان الحمد لله الظروف كلها مواتيه للعمل في هذا الحزب. حنا غادي في اتجاه الاستحقاقات ديال 2026 غادي نشوفوا كيفاش انه ان شاء الله ندخلوا ليها ونحاولوا ما امكن نحافظوا على المكتسب. غادي تجي موراها الانتخابات ديال 2027، اذا كان يعني انه غادي في نفس المسار، نفس الفريق، نفس كذا. علاش؟ كانت ظروف اخرى، يعني انه ما كنقول لكش انا لا راه لان هذه الاخبار كلها تروج، وانت كتعرف بانه حاليا الحمد لله بانه الكاتب الاقليمي وهذا راه خصو يمشي في اطار تسريف السياسات الحزبيه في المنطقه، ونسعى الى ذلك بطبيعه الحال. في ظل يعني الاخبار التي تروج، كاين واحد العدد ديال المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول ان سعيد فروخ رئيسا لجماعة ورزازات. واش ممكن نشوفوا السي سعيد فروخ رئيسا لجماعة ورزازات يعني خلال هذه الولاية هذه؟ غير مستبعد، انا كنقول لك غير مستبعد، ولكن اذا كانت رغبتي ممكن نقول لك هذيك هي رغبتي. ولكن يعني انه احنا الحمد لله في اطار يعني واحد العدد ديال الفرقاء اللي انه انخرطنا في اطار تحالف داخل يعني داخل البلديه، اللي هو التحالف ديالنا مع سميتو الاحرار، مع التجمع الوطني للاحرار.
ومع فرقاء سياسيين اخرين، وحنا كنضلوا يعني نتباحث، تنذكروا، تنشوفوا شنو اللي ممكن، السبل اللي ممكن انه يقال أن عليكم الإجماع السيد الرئيس. انا ما يمكنش نقول لك انا اللي عليا الاجماع، لانه الان في هذه الظروف الحاليه يعني انه راه كل واحد كتعرف السياسه، كل واحد كيجر جهته، ولكن انا يعني قلت لك هذا طموح ديالي الشخصي، ولكن يعني اسم واش غادي نكون في المجلس الاقليمي غير في المجلس البلدي غير وارد، لان داك الشيء مطروح، يعني انه بهذه التحالفات الا كانت شافت باللي انه انا المصلحه ديال الاقليم والمصلحه ديال المدينه باش انه نكون تما، سألبي الدعوه. الا شفنا بلي انه التوازنات السياسيه افضت بشيء اخر، وهذا يعني حتى هو راه مفتوح وممكن انه غادي يكون بشكل كبير جدا، فاحنا غادي نبقاو دائما اوفياء للعمل ديالنا من اجل يعني المنطقه ومن اجل البلديه ديال ورزازات، اللي صحيح خصنا نخرجوها من عنق الزجاجه، وخصنا نرجعوا الثقه، العمل السياسي في الاقليم وفي المدينه، لان الفاعل السياسي الان اصبح عبئا، واصبح المواطن كينظر الفاعل السياسي بواحد النظره ديال انه مشوش وما تيجيش يدير التنميه، وواحد النظره ديال انه يعني اوصاف اللي هي قدحيه، واحد العدد ديال الامور. وان الاوان باش انه نوضعوا يد في يد، باش انه على الاقل نعطي واحد النظره معقوله وصحيحه لما يجب ان يكون عليه، وساسعى الى ذلك مع بطبيعه الحال الفرقاء ديالنا السياسيين. شكرا جزيلا سيد الرئيس. يعني غادي نمشيو للفقرة الأخيرة في البرنامج. فقرة تختار لنا واحد الاسم، غادي نعطيك 3 الأسماء ديال السياسيين على مستوى الإقليم ديال ورزازات، وتختار لنا واحد الاسم أنه يعني السياسي الذي يقوم بدوره على المستوى الإقليمي. نعطيك يعني المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمن الدريسي، البرلمانية عن جهة درعا فلالت إيمان لموي، والبرلماني على عن دائرة ورزازات يوسف شيري. شكون اللي كتشوف انه يقوم يعني بالدور ديالو مباشره بدون ما نفكر نقول لك عبد الرحمن الدريسي، على اعتبار ان عبد الرحمن الدريسي لا انا نشوف، انا نقول لك شوف، راه غادي يكون فيه انتماء سياسي ويكون فيه واحد العدد ديال الامور، ولكن نقول لك عبد الرحمن الدريسي لان انا عاشرته اكثر، دوزت معاه يعني انه الولايه قبل الاخيره، كنت يعني نائب رئيس ديال الجماعه مع عبد الرحمن الدريسي لمده يعني من 2009 ل 2015 دوزنا بزاف. كان كذلك من 2015 2021 كنت معاه في البلديه ديال ورزازات، وكان رئيس، كان طموح جدا، كان يعني انه عنده بعد النظر، عنده واحد العدد ديال الصفات اللي ممكن انا لمستها. انا كنقول بلي انه بالنسبه للطاقه الشابه حقيقه خصها يعني انه حتى هي تكون في بلاصتها، ما يمكنش دائما نعتمدوا على هذا وهذا وكذا. اخي ايمان لموي ابانت عن يعني الحضور ديالها، كاينه متواجده، تشتغل، تجتهد، وهذا من طبيعه الحال من شانه باش انه صحيح انه ما هي شي ممثله ديال جماعه ترابيه باش انه تبان اكثر فيما يخص اليومي ديال الساكنه، ولكن ما تقوم به من خلال الترافع على مستوى قبه البرلمان لا يستهان به. كذلك نفتخر بانه يوسف شيري كطاقه من الطاقات ديال سميتو، ولا الا ذلك المهام اللي يعني تسندت له على الصعيد سميتو، ولكن الاشكالات دائما اللي موجوده في سميتو في ترميكت هي واحد النقطة السوداء اللي ما خصهاش يعني انه تكون، وحنا كنتذكروا معاه تنهضروا معاه على اساس انه تكون يعني انه نظرة شمولية اللي تجاوب على هذه التساؤلات باش نخرجوا من عنق الزجاجة في كافة الجماعات. اذا انا ما يمكنش نقول الا مزيان باش انه نكونوا في هذه القوقعه، نتعاونوا جميع، لا عبد الرحمن الدريسي، لا يوسف شيري، لا ايمن لموي، ولكن نتمنوا باش انه تكون عندنا الاراده الحقيقيه ملي نلقاو بلي انه راه حنا نشكل عبئا وعلى واحد يعني المعضله تنمويه معينه،
نمشيو في حالتنا لبلايص اخرين اللي ممكن انه نمارسوا فيها يعني انه التنميه. وهذا ما حدث، راه كل شيء كيساهم. دروك عبد الرحمن الدريسي ماشي رئيس كذا، ولكن راه هو في قبه البرلمان وفي الجهه. كل واحد يعني في بلاصته. يقوم بدوره. سعدت بمحاورتك السيد الرئيس المحترم. شكرا على تلبية الدعوة، وشكرا على استضافتك لنا في البيرو ديالك. كنشكرك. مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، وأعطونا اقتراحاتكم في التعاليق، يعني أشنا هي الشخصية إن شاء الله اللي غادي نجيبوه في الحلقة الثالثة من بودكاست راس الخيط. دمتم في رعاية الله.